فيديو النهارده هنجرب حاجتين جداد من ديليس. عندنا الكيكه اليابانيه وعندنا حاجه اسمها تاكو جاتو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد عصام من قناه عصامي. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ الشكل كله تمام. يا اخيرا هنجرب ديليس. تخيلوا ان انا من اسكندريه وما جربتش ولا مره ديليس، يعني مش عارف ازاي. المهم كنت قاعد طبعا بتصفح الانترنت كعادتي يعني، ولقيت لك بقى ديليس منزله حاجه جديده اسمها تاكو جاتو. بصراحه صورته يعني محمسه جدا وشكله حلو. التاكو جاتو ده بقى ايه؟ يعني حاجه شبه التاكو كده بس حلويات، مش التاكو اللي هو المكسيكي، لا مختلف. ده بيجي بقى بثلاث اطعمه، بيستاشيو ولوتس وشوكليت. بس للاسف لما رحت ديليس ما لقيتش عنده غير حاجه واحده بس، وهي الشوكولاته. وهو في الشوكولاته برده موزع، عامل مثلا شوكولاته جالاكسي تويكس على حسب الماركه العالميه، فاهمين؟ فقلت طب عايزين حاجه بقى معاها ثانيه بقى نجربوها برده. فلقيت بقى عنده ايه؟ الكيكه اليابانيه. دي طبعا مشهوره جدا، بتبقى فلافي كده وطريه، بس بصراحه ما اعرفش هل هي عنده جديده ولا قديمه، مش عارف. بس بصراحه اول مره اشوفها عنده. نبدا اول حاجه بالتاكو جاتو دوت. شوف بس اول تغليف في العلب. عايزكم يا جماعه لما دخلت هناك المكان بصراحه كده تحسه كده هاي كلاس كده حاجه. يلا. وقال لي بقى ايه، تحب تاخد شوك معاك؟ قلت له هات شوكه يا باشا. الشوكه نضيفه قوي برده. بص عامل ازاي، خامه نضيفه ولاستيك تقيل، يعني بعمل ريفيو على الشوكه مش عارف في ايه. دي الكيسه بتاعته. نجيب طبعا حلو كده. الشكل بصراحة جامد. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بصراحة الشكل مغري، والبتاع أكبر أصلا من الصورة، يعني غريبة الصراحة. عندنا هنا جالاكسي وعندنا هنا تويكس. تعال نبدأ أول حاجة بجالاكسي. تفتح من هنا كده وتسحب من تحت. أوبا. اركن على جنب ده. ناخد شوكة بقى. نيجي للسعر. بالنسبة لسعر التاكو جاتو دوت، سعره عامل 50 جنيه، يعني يعتبر سعر مقبول حلو لطيف، يعني مش غالي قوي. نقطع بقى كده ونشوف ايه الكلام. ما ينفعش معاه شوكة أصلا. نوصلها من ايه ده؟ ماشي، دي كريمه، دي كام شنطتين مثلا بالشوكولاته بتاع. طعمه حلو، حته جالاكسي. لكن ايه ده؟ بصوا يا جماعه، بعد ما مؤاخذه كده خش بايدي يا باشا، مفيش حل غير كده الصراحه. الشوكولاته كتيره قوي. بص عامله ازاي. ناكل كده بسم الله. نهار ابيض، عايزين مناديل. لا مؤاخذه يا جماعه، البتاع دوت بيلحوس خالص يعني. انا اسف على بشاعه المنظر، بس لازم اغوص عشان ايه؟ افهم ده عباره عن ايه. طيب نصيحة رقم واحد، ده ما ينفعش يتاكل في المحل عشان ده فضيحة من الآخر، يعني هتتلحوس كده بوشك بإيدك، بص لخبطة. وما ينفعش تاكل بشوكة لأن هو جامد. فمن الآخر كده ده يعامل معاملة المانجا، تقعد كده في بيتكو تخش تغوص كده ومحدش يقول لك حاجة، لأن هو أصلا عبارة عن إيه بقى؟ طبقة هي نازلة كده شبه المركب دي شوكولاتة، والشوكولاتة دي محشية جاتوه أو محشية كيكة، فهي أصلا طبقة خشنة جامدة، فلازم تقطمها. وفي نفس الوقت في النص هنا بقى، هنا بره هنا هتلاقي كريم شانتيه بالشوكولاتة وفوقيها شوكولاتة. بس ده كده هو الملخص المفيد. وفي برضه إيه؟ بعض المكسرات من فوق، يعني مع الحاجه وبس كده. بس السؤال بقى ازاي بخلوا بقى الكيكه جوه وحطوا مثلا من بره شوكولاته؟ مش عارف. بصوا هو بالنسبه لطعم الشوكولاته نفسه اللي هنا دوت ما يعتبرش جالاكسي قوي، هو يعتبر شوكولاته عاديه خالص بتاعت الحلويات ديت. جواها كيكه طعم لطيف مسكر حبتين، بس لو كلته كله هيتجزع، يعني انت خد لك قطمتين تبقى زي الفل. فكره حلوه لطيفه. تعال نبص على التويكس بقى. نجي طبق جديد نطلع بقى بالتويكس. ده مش تويكس يا جماعه، ده فلوتس مش تويكس. تويكس بيبقى اسمه دوت، بيبقى بالكراميل تقريبا، صح؟ انا نسيت والله. اعتقد هو بس فرق ايه؟ بدل شوكولاته جالاكسي حاطين تويكس، قصدي فلوتس، ومن بره بقى ايه؟ سيرب شوكولاته مكان مكسرات. بسم الله. ناخد كده صباع كده ونغمس في الكريم. بصوا هو زي الجالاكسي، الاثنين زي بعض بالظبط. هو بس الفرق ان الجالاكسي عليه مكسرات وشوكولاته جالاكسي. كده فكره حلوه، ولكن مشكلته بس طريقه اكله، يعني ده ما يتاكلش غير باللغوصه. تاخده في البيت يا معلم وتديه، لكن نظام شوك وبتاع مش تعرف، انسى. لو كنت مين في اتيكيت انسى، مش هتعرف تاكله غير باللغوصه، لا يوجد حل اخر. فعشان كده هياخد تقييم نقول 7 من 10. حلو. ندخل بقى على الكيكه اليابانيه. افتح يا معلم. بصوا هو انا اللي قريت عنه في كيكه يابانيه ان هي كعكه يابانيه من اليابان، بتبقى اسفنجيه وهشه جدا وطريه جدا، واهم تكوينها بيكون من الجبنه والزبده والسكر والبيض. طبعا انا بصراحه عمري ما اكلتها في حياتي، بس عايز اقول لكم ان سعرها غالي. توقعوا سعرها كام دي؟ يعني التانيه كانت ب 50 وفيها حفله، لكن دي بصوا بسيطه ازاي. عباره عن كيكه بسيطه ومعاها سكر بودره، واعتقد طريه قوي. بصوا اسفنجيه ازاي، يعني حاجه مش قوي برضه الصراحه. سعرها عامل 130 جنيه. دي اسعار طرط. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. حاسس بجبنه تصدقوا، وتحسها كده من جوه ناعمه كده وطريه وبتدوب في البوق زي الجبنه اللي هي التشيز كيك. بس بقى في الباك جراوند على الطعم حاسس طعم زفاره، مش عارف هو مثلا محطوط فانيليا ولا ايه، بس طعم الزفاره باين، بس ساده بسيطه مش قوي الصراحه بس باين. بس كمان المسيه بتدوب قوي من جوه يا جماعه. بصوا بتدوب ازاي.
كملمس وكل حاجه حلوه، مشكلتها بس في حاجتين زي ما قلت قبل كده، السعر غالي وطعم الزفاره شويه باين سنه، بس غير كده حلوه، فهنديها 7 من 10 برضه. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده، حلقه كده صغيره سريعه كده بنسخن فيها، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها. وعايز بقى اعرف منكم في الكومنتات لو انتوا رحتوا عند ديليس طلبتوا اللي هي التاكو جاتوه، ازاي تاكلوه؟ هل هتعملوا زي كده بهدول الدنيا ولا هتاكلوه بقى بطريقه معينه؟ قول لي في الكومنتات. يلا نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، سلام.